الحكاية النهاردة بتبدأ سنة 1944 والعالم كله كان مولع بنار الحرب العالمية الثانية. أصوات الرصاص والضرب كانت في كل حتة والناس كانت مستخبية من كتر الخوف. في قلب المعمعة دي عسكري بحرية أمريكي كان بيحاول يعيش من هجوم الأعداء ولقى نفسه تايه في نص البحر في مركب مطاطي صغير. فرقته كلها راحت ضحية هجوم للجيش الياباني ودلوقتي هو لوحده بيصارع علشان يعيش، والأمواج بتكون شايلة وحاطة فيه وهو بيدور على أي حتة تكون أمان. بعد أيام من العوم والتعب بيلمح جزيرة من بعيد، شعاع أمل خفيف بينور في قلبه وأليسون بيوجه مركبه ناحية الشط. أول ما بيوصل بيبص حواليه وبيدور على مساعدة، بس كل اللي بيلاقيه غابة كثيفة وصخور ومكان مقطوع ما فيهوش ولا حس. فجأة عينه بتقع على كنيسة قديمة، لما بيقرب من المبنى بتطلع منه واحدة ست كانت راهبة اسمها أنجيلا. أول ما بتشوف أليسون بتتخض، لكن أليسون بسرعة بيقول لها ما تخافيش أنا أمريكي ومش هأذيكي. بعد شوية تردد أنجيلا بتاخده لمكانها الصغير اللي عايشة فيه وبتديله شوية أكل. وهما بيتكلموا أليسون بيسألها هو أنت هنا لوحدك؟ أنجيلا بترد بصوت واطي وبتقول له أيوة دلوقتي أنا خلاص بقيت لوحدي. بعد كده بتحكي قصتها، بتقول إنها جت هنا مع قسيس عجوز هدفهم كان إنهم ينقذوا كام واحد متدين من العساكر اليابانيين ويوصلوهم لمكان آمن، بس لما وصلوا للجزيرة كان العدو وصل قبلهم. مسكوا كل الناس اللي كانوا معاهم وهم الاتنين بس اللي عرفوا يستخبوا. واحدة واحدة الوقت عدى وصحة القسيس العجوز بتسوء أكتر، وفي يوم الراجل العجوز مات. دلوقتي أنجيلا بقت لوحدها خالص على الجزيرة دي والدنيا كلها افتكرت ان هي كمان اتمسكت من الاعداء وعلشان كده محدش جه ينقذها. أليسون كمان بيحكي قصته وازاي انفصل عن وحدته وازاي ضحك على الموت ووصل للجزيرة المجهولة دي. أليسون بعد ايام من التعب لاول مرة بيرتاح شوية وبيتنفس براحته وبيستريح جنب الكنيسة شوية. لما بيصحى بيشوف ان أنجيلا مولعة شمعة وبتصلي، عينيها بتكون مقفولة وشفايفها بتتمتم بكلام وكأنها بتطلب من اللي فوق يوري لها الطريق. بعدها بشوية الاتنين مع بعض بيروحوا للغابة يدوروا على اكل. أليسون بيتسلق الشجر وبيجيب من فوق كام جوزة هند وفاكهة برية وبيرميهم تحت، وأنجيلا بتلمهم، بس أليسون عارف إن الفاكهة دي مش هتشبعهم وده لأن الجسم محتاج بروتين علشان يقف على حيله. ساعتها عينه بتقع على سلحفاة كبيرة على الشط، من غير ما يضيع وقت بيجيب حبل وخشب وبيعمل عوامة صغيرة وأنجيلا كمان بتروح معاه. الاتنين بيركبوا العوامة وبيقربوا واحدة واحدة من السلحفاة. أليسون بيحاول يمسكها بس الموضوع ما كانش سهل خالص، وده لأنه وهو بيصارعها بيقع في المية، لكن بمساعدة أنجيلا في الآخر بيقدر يمسك السلحفاة والاتنين بيرجعوا بيها للجزيرة. دلوقتي أليسون بيطبخ السلحفاة وبياكلها. بعد الأكل بيقول لأنجيلا لو محدش جه ينقذنا احنا نقدر نعيش هنا، الجزيرة دي فيها كل حاجة احنا محتاجينها. وهم بيتكلموا أنجيلا بتسأله مين عندك في البيت؟ أليسون بابتسامة خفيفة بيرد وبيقول محدش، أنا يتيم وطفولتي قضيتها في ملجأ أيتام، قعدت هناك حوالي 14 سنة وأول ما كبرت دخلت الجيش وكنت عايز أخدم بلدي. لما بتسمع كده عيون أنجيلا بتبان فيها مشاعر وبتقول له أنا كمان يتيمة، بس أنا دايما كان عندي إيمان باللي فوق وعلشان كده اخترت أبقى راهبة لأن مساعدة الناس هي أكتر حاجة بتفرحني. أليسون وأنجيلا كانوا جايين من عالمين مختلفين، واحد عسكري ناشف وعنيد والتانية راهبة غرقانة في السلام والإيمان. أليسون شاكك في وجود قوة عليا بينما أنجيلا شايفة إيد ربنا في كل حاجة. في وسط ده تاني يوم الصبح خطر بيحوم في سماهم، من بعيد طيارة حربية يابانية بتبان وهي جاية على الجزيرة وأليسون فورا بياخد حذره وبياخد أنجيلا وبيستخبوا في كهف قريب. أليسون بيقول لو شافونا حياتنا هتروح، وبيقول انه شاف كهف قريب والاحسن يستخبوا فيه كام يوم كده. أنجيلا كمان بتوافق والاتنين بيستخبوا في الكهف. بعد ما قضوا اليوم كله هناك تاني يوم الصبح فجأة الارض بتتهز واصوات انفجارات قوية بترن. أليسون بيبص من الكهف وبيشوف ان الطيارات اليابانية بتقصف الجزيرة بقوة. لما بتشوف المنظر ده أنجيلا بتخاف وبترتبك وبتبدأ تدعي لربنا. أليسون بيمسكها وبيطمنها وبيقول لها خليكي قوية انا معاكي. بعد القصف بكام ساعة لما السما بتهدى تاني والطيارات بتمشي، أليسون وأنجيلا بيطلعوا بالراحة من الكهف. كل حتة حواليهم بقت خراب وكل حاجة اتحولت لرماد وحتى مكانهم الصغير والكنيسة بقوا كوم تراب، بس المشاكل لسه ما خلصتش. بعدها بشوية فريق تاني من العساكر اليابانيين بينزلوا الجزيرة، هدفهم انهم يعملوا معسكر ارصاد جوية هناك، وبالفعل استقروا هناك وجهزوا نفسهم علشان يقعدوا. أليسون بيشوفهم هم بيكسروا المركب المطاطي اللي جه بيه على الجزيرة. بعد ما شاف ده أليسون وأنجيلا بيضطروا يرجعوا للكهف تاني. دلوقتي حواليهم من كل ناحية عساكر أعداء. أليسون بياخد حذره وبيقول لأنجيلا ارجع لورا، لو دخلوا جوه انا اللي هوقفهم، وبيمسك سكينه في ايده وبيبقى جاهز. بس لحسن الحظ العساكر ما دخلوش الكهف وبعد شويه مشيوا من هناك. ودلوقتي تحدي جديد قدامهم، الجوع طبعا. أنجيلا اللي كان عندها امل خلاص تعبت، بتقول لأليسون انا لازم استسلم للاعداء، انا راهبه وممكن ما يأذونيش وده هيديلك فرصه تهرب من هنا، احنا كمان ما عندناش اكل. بس أليسون بيرفض رفض قاطع وبيقول ان المخاطره دي مش هناخدها لانهم ممكن يعملوا فيكي اي
اي حاجه ولازم نفضل مستخبيين هنا. وبالليل أليسون بيطلع من الكهف وبيشوف ان العساكر اليابانيه عملوا خيم كتيره، فبيتجنبهم وبيروح الناحيه التانيه علشان يصطاد سمك. بس ساعتها للاسف كام عسكري بيشوفوه، وهو فاهم الموقف أليسون فورا بيرمي نفسه على الارض وبيعمل نفسه ميت. العساكر بيفتكروه ميت وبيمشوا من هناك. بعدها أليسون بيرجع يصطاد سمك وبيرجع بيه للكهف، بيحاول ياكل السمك مع أنجيلا، بس أنجيلا بتقول له انها بطلت تاكل لحمه بعد ما بقت راهبه، وعلشان مفيش اي اختيار تاني بتضطر تاكل سمك، ولكن السمك الني بطنها مش بتستحمله وبترجع. رغم الجوع أنجيلا بتروح تنام من غير ما تاكل اي حاجه. بالليل نوم أنجيلا بيبقى عميق جدا، وهنا أليسون بيطلع بالراحه من الكهف. المره دي نيته انه يسرق اكل من المعسكر الياباني، فبيغطي وشه بالسواد علشان محدش يعرفه بالضلمه. واحده واحده بيدخل معسكر الاعداء وبيلم الاكل والمؤن وبيبدا يعبيهم في شنطه. في اللحظه دي عسكري بيجي وأليسون فورا بيستخبى وبيكتم نفسه. الموقف بيبقى متوتر قوي لدرجه انه بيضطر يستخبى طول الليل هناك. تاني يوم الصبح لما كل العساكر بيبقوا بره المعسكر في تدريب، أليسون بيلاقي فرصه وبياخد الشنطه وبيخرج من هناك، وهو مستخبي بيتسلل وبيرجع ناحيه الكهف. وهناك لما أنجيلا بتصحى بتخاف لما مش بتلاقي أليسون في الكهف، وبيجي في بالها ان أليسون ممكن يكون مات وبتقعد تعيط. بس ساعتها من وسط الشجر بيطلع أليسون وبيرجع سليم. لما بتشوفه عيون أنجيلا بتبان فيها الراحه، بس في نفس الوقت بتبقى زعلانه وبتقول له انت مشيت من غير ما تقول لي، افرض مثلا لو كان حصل لك حاجه يا أليسون. ساعتها أليسون بيعتذر وبيقول انا عارف والمره الجايه مش هعمل كده، انا اوعدك. تاني يوم الصبح لما اول شعاع من نور الشمس بيضرب الجزيره، أليسون بيجيب لأنجيلا حاجتين، ورده بريه شكلها حلو جدا ومش قديم ولكن نظيف. أنجيلا بتضحك لما بتشوف الحاجتين دول وعينيها بتلمع. في اللحظه دي أليسون بيسأل سؤال، انت عايزه تفضلي راهبه طول عمرك ما جالك خيال حياه طبيعيه مثلا؟ أنجيلا بتسكت شويه وبعدها بترد وبتقول انا لسه ما اخذتش نذوري النهائيه، الكنيسه بتدينا 5 سنين علشان نفكر، انا لسه مش متاكده تماما من قراري. الحقيقه ان في قلب أليسون دلوقتي ما بقاش فيه صداقه لانه خلاص بقى بيحب أنجيلا. في اللحظه دي بيسمعوا صوت جاي من بره. لما بيبصوا بره بيشوفوا ان العساكر اليابانيين بيسيبوا الجزيره وماشيين. الفرحه بتجري في عينيهم ودلوقتي بقى عندهم الاكل اللي سابوه في المعسكر، وعلى الاقل الكام يوم مش هيقلقوا من الجوع. بالليل أليسون بيقعد جنب أنجيلا والاول مره بيقول اللي في قلبه بكل صراحه، انا طول عمري لوحدي، يعني ايه حب وحنان انا عمري ما عرفته، بس من ساعه ما بقيت معاكي انا بقيت حاسس ان انا عايش، وده لاني من الاخر بقيت بحبك، فلو الحرب خلصت تقبلي تتجوزيني. لما بتسمع كده أنجيلا بتتسمر في مكانها وبصوت هادي بتقول انا كرست حياتي لربنا وما اقدرش اخون عهدي معاه ابدا. أليسون بيحس بحزن كبير بس بكل ادب بيقول لو كلامي ضايقك فانا اسف. بالليل وهما بياكلوا أليسون بيلاقي ازازه خمره في المعسكر الياباني، فمش بيقدر يسيطر على نفسه وبيشرب كتير، وهو سكران بيبدا يتريق على نذور أنجيلا كراهبه. احنا الاتنين ادم وحواء في الجزيره الطويله العريضه دي كلها وانت بتقولي لي راهبه؟ الكلام ده بيوجع أنجيلا من جوه، فبتقوم وهي ساكته وبتجري في المطر. بتنام طول الليل هناك لوحدها على الارض البارده والمبلوله. لما أليسون بيفوق تاني يوم الصبح فورا بيطلع يدور عليها. بعد ساعات من التدوير بيلاقيها فاقده الوعي. من غير ما يضيع وقت بيشيلها على دراعه وبيمشي بيها ناحيه المعسكر، بس ساعتها عينه بتقع على عساكر يابانيين راجعين، وفورا بيغير اتجاهه وبياخد أنجيلا وبيرجع بيها للكهف. ودلوقتي حاله أنجيلا بتسوء اكتر، البرد والسخونيه مسكوها. أليسون دلوقتي بيجيله فكره واحده بس، انه يخاطر بحياته تاني ويدخل المعسكر الياباني. في ضلمه الليل بيوصل هناك وبياخد بطانيه ودواء، بس ساعتها في عسكري بيشوفه وهو بيدافع عن نفسه. أليسون بيضطر يقتل العسكري بسكينه وبيخبي جثته. بخوف وذنب بيرجع الكهف وبيغير هدوم أنجيلا المبلوله وبيديلها الدواء، والاول مره بيصلي لربنا. تاني يوم الصبح أنجيلا بتفوق واول رد فعل ليها بيكون مين اللي غير لي هدومي؟ أليسون وهو مكسوف بيقول حالتك كانت وحشه قوي فاضطريت ان انا اغير لك، انا اسف جدا. بعدها بيقول كل اللي انا قلته امبارح بالليل كان تحت تاثير الخمره فارجوكي تسامحيني. عين أنجيلا بيبقى فيها نظره هاديه وبتسامحه، لكن السلام ده مش بيدوم كتير لان فجاه بره بنسمع صوت قنابل بيجي. أليسون بيبص بره وبيشوف ان طيارات حربيه يابانيه بتقصف الجزيره تاني. دلوقتي الوضع بقى اخطر بكتير. أليسون بيرجع وبيقول لأنجيلا لما كنت بجيب الشرشف في عسكري شافني وعلشان كده اضطريت ان انا اقتله علشان ادافع عن نفسي، وللاسف دلوقتي هم بيدوروا عليا. اول ما أليسون بيقول لأنجيلا انه قتل عسكري ياباني قلب أنجيلا بيتكسر، فبتغمض عينيها وبتبدا تطلب السماح من ربنا علشان يمكن بسبب وجودها معاه حصلت الخطيئه دي. بس دلوقتي ما عندهمش وقت للندم او الهروب. بعد شويه عساكر يابانيين بيوصلوا عند الكهف وبيقفوا. عسكري بيزعق بصوت عالي لو في حد جوه يطلع بره والا هنرمي قنبله يدويه. ودلوقتي قدامهم طريقين بس، يا اما يستسلموا يا اما يستعدوا للموت. أنجيلا بتغمض عينيها وبتبدا تصلي وبتحس ان دي ممكن تكون اخر لحظه ليهم.
عليهم. في اللحظة دي بيحصل انفجار جامد بره، وفجأة بيبدأ القصف. العساكر اليابانيين بيصرخوا وبيجروا في كل حتة. أليسون بيبص من الكهف وبيشوف ان الطيارات الحربية التابعة للبحرية الأمريكية بتقصف الجزيرة. عينيه بترجع تلمع تاني، بس ساعتها عينه بتقع على الأربع مدافع اليابانية اللي متخبية في الجبال. بيقول لأنجيلا لو المدافع دي ما وقفتش العساكر الأمريكان عمرهم ما هيعرفوا ينزلوا، وعلشان كده لازم أدمرهم. أنجيلا بصوت خايف ومرتعش بتقول له خلاص روح وأنا هصلي لك. أليسون بيهز راسه وبيطلع من الكهف وبيجري وسط الرصاص والقنابل، واحد ورا واحد بيفجر المدافع وبيخليها ما تشتغلش. في الوقت ده بيتصاب إصابات خطيرة ولكن مش بيقف. أخيرا أليسون بيدمر كل المدافع، وده بيخلي القوات الأمريكية تنزل بأمان. القصف بيقف والحرب خلصت، وأنجيلا بتجري بره وبتشوف أليسون في حالة إصابة، وفورا بتبدأ تعالجه، وعيون أليسون فيها ألم ورضا في نفس الوقت. بصوت واطي بيقول دلوقتي جه وقت الفراق ويمكن ما نتقابلش تاني أبدا. عيون أنجيلا بتتملي دموع وبتقول له ممكن ما أقدرش أعيش حياتي معاك، ولكن أنت هتفضل دايما في قلبي. بعد شوية البحرية الأمريكية بترفع علمها على الجزيرة. لما كابتن الجيش بيشوف أليسون عايش بيتصدم، كان فاكره عمره ما هيرجع تاني. العساكر بيشيلوا أليسون على نقالة وبياخدوه، وبتكون وراهم أنجيلا ماشية بالراحة. عيون الاتنين فيها آلاف المشاعر اللي مش بتتقال خالص. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة.